إذا شفت بيوم من الأيام شجرة سرو مرسومة على فسيفساء قديمة بدمشق أو على باب دمشقي لا تفكرها بس زينة، لأن هالشجرة بالذات إلها حكاية أقدم من كتير ناس متخيلينها. شجرة السرو كانت عند أهل بلاد الشام رمز مو عادي، كانت رمز للخلود. ليش؟ لأنها دائما خضرة واقفة مستقيمة ما بتموت شكليا مع الفصول مثل باقي الأشجار. ومن أيام الرومان ببلاد الشام السرو كان جزء أساسي من فكرة الحديقة المثالية، يعني الجنة على الأرض. كانوا يحطوا جنب الأنهار والبيوت الفخمة كأنه إشارة أنه المكان مو بس عمار بل حياة كاملة متوازنة. بس القصة ما وقفت هون. مع الزمن الفن الإسلامي بالشام أخذ هالرمز وغيره شوي لحتى صار السرو يدل على النظام والاستقامة والتوازن. لهيك بتلاقيه مكرر بالفسيفساء وبالخشب الدمشقي وحتى بالنقوش الحجرية القديمة. لما بتشوف شجرة سرو بفن دمشقي قديم انت ما عم بتشوف شجرة، انت عم بتشوف فكرة عن الخلود انرسمت على حجر وخشب.